حاولوا الوقيع بين المذاهب المختلفة والأفكار المختلفة بين المسلمين، بين صوفية وسنية وسلفية، وإن شاء الله لن يفلحوا. كل فريق منا يقول لا إله إلا الله، كل منا يقول لا إله إلا الله. ودائما ما نقول الاختلاف في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأئمة الأربعة إنه رحمة، حتى لا تتقيد أن لدينا 4 مذاهب في الإسلام وكل منهم يختلف بعض الاختلافات. هل حارب أحد الآخر؟ هل اتهموا بالكفر؟ أو هذا مرجع؟ أو هذا ضال؟ لا والله، لأنهم يعلمون أن هذا لا يرضي الله عز وجل ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في سنوات الكل يكفر الآخر، منذ سنوات يقول أن هذا مبدع، هذا كافر، هذا ضال. اتق الله في قولك. النبي محمد لن يكفر الكفار، ما بالك أنت تكفر أخيك المسلم وتقول له أن هذا كافر وهذا لا يتقي الله وهذا يفعل كذا أنت لا تدخل في قلوب العباد، ولكن رب العباد هو الوحيد المطلع على ما في قلوب العباد.